البودكاست بتاعنا على الاسفلت مع دوبيزل، خد بالك انت طبعا. ازاي. ده تاني عمل فني يجمعني بيك. بس يا شيخ ده ركبني، هو انا بنصور دايرين غالبا ركبني. قولوا وهنشوف. كان عامل اجتماع مع جمهوره جنب بيتي، كان يوم اسود ان هو جه جنب بيتي. مدمنين وكيل بقى كانوا واقفين معاه، وقف جنبي، كانوا قاعدين معاه وبيشربوا. وقف جنبي وانا في بداياتي. ده انا قلت له يا مولا لو سمحت لو تقدر تقف جنبي، انا عمال لازم اقول احقاقا للحق انت وقفت جنبي علشان مولا ساعتها كان نجم كبير وانا كنت ساعتها يعني بحاول اشق طريق. كنت ساعتها لا. بس يا عم وبعد كده متواضع. قلت له ممكن تطلع معايا في حلقه تعمل لي دعم، تدعمني، فراح طلع معايا الحلقه وبعد كده كان هيرجع على حجري. لا كان جايب هو العربيه طبعا انا ما افهمش النيسان. لا كانت البي ام، كانت زد 4 كان ام. جايب عربيه وعامله زي المكوه كده فرحان بيها. عربيه اقسم بالله لعبه قد المكوه، مش عارف ايه اللذيذ فيها. انت فاجئتني يوميها لان انت كنت ما بتخافش خالص. لا هو متضايق، هو متضايق اني مش مقدر العربيه، مش فاهمها يعني. انا فهمت عنك حاجات كتير قوي اليوم ده، خلي بالك. يعني انا بدايه، يعني انا كنت اعرفه من قبلها، كنت عارفك من قبلها، بس بدايه عربيه صغيره وانا مش مقدرها خالص، وقعد يقول لي دي نادره ومش عارف ايه وبتاع، وركبناها قدام تشيلاوت لوتس وفجاه اتجنن. أيوة. عمالين بندريفت في نص الشوارع في وسط الناس والزحمه. يا شيخ بس والله العظيم انت اثبتت لي اليوم ده انك كنت قلب ميت. طبعا انت قلب ميت. كان هيجرى لي حاجه، اقسم بالله والله العظيم كان هيجرى لي حاجه، اصل ده كان جنان بقى. انا مبسوط قوي ان انت معايا النهارده بصراحه، اقسم بالله والله العظيم. وحاسس ان انت بتدعمني للمره الثانيه. ما اعرفش الثالثه بقى، اعتقد ان انت هتبطل دعم. انت شوف انت عايزني ابدا اعتمد على نفسي. لا يا باشا مش محتاج دعم، انت بتدعمني انت في الحلقه انا دي. بدعمك في لا الفكره في ان انا النهارده عايز الناس تعرف حاجات عنك مش كل الناس عارفاها. يلا انت اكيد طلعت في برامج كتير، انت لسه كنت تحكي لنا كنت مع الاستاذه لميس الحديدي قبل كده. فطبعا كتر خيرك انك معانا، لكن عايزك تحكي الناس الاول عن مولا عشان مش كل الناس عارفه. طبعا في ناس اكيد عارفه، بس قول لهم الاول مولا بدا ازاي، يعني قبل مش بدات الميديا ازاي، بدات انت كمولا ازاي كانسان يعني في الحياه. يعني جيت الدنيا ازاي. بدايتي خالص انا كانت امي كانت مدخلاني، هي كان عندها اصرار امي ولدتني بعد الولاده. كان عندها اصرار تدخلني مدرسه فرنساوي. انا مدرسه فرنساوي؟ لا والله العظيم. ما تعرفش تتكلم انت فرنسي؟ بس لا افقه كلمه. ولا انا بس احنا فرنسي. انت كنت ايه؟ جيزويت. وانا ليسيه. لا والله اللي في مصر الجديده. ليسيه دي كانت الحرية. انا كان بيتي العماره اللي جنب الليسيه. بس الجيزويت دول اتعلموا، احنا الليسيه ما كنا فرنساوي كده بالاسم. بالاسم. اتعلمنا بصراحه، اتعلمنا اجباري. الجيزويت ده شاطرين. اتعلمنا اجباري. أيوة. ما انا بقول لك جبت. طب ازاي ما تفقهش فرنسي؟ نسيت طبعا يعني. نسيت. هو انا اصلا لما دخلت امي كان حلمها ان انا اخش المدرسه دي، يعني حلم عندها. وانا اول لما دخلت اني اتكلم في الحضانه، احنا من الحضانه. أيوة. الاطفال كلهم داخلين بيتكلموا فرنساوي، ما اعرفش ازاي، وانا على باب الله، فكنت بقعد ساكت ما بتكلمش. فافتكروك افتكروني لا هي الاخصائيه اللي جابت، اللي هي الحد الاجتماعي بقى جابت امي اجتماع، قالت لها هو ما بيشاركش خالص ومش بيتكلم. بالظبط ولو فضل كده هنمشيه. فطبعا امي والله العظيم امي طبعا انا اسيب المدرسه الفرنساوي هيجرى لها حاجه. فابتدت تمرني على سكتشات. لا عارف لما بتسافر اوروبا مش بتلاقي شحات في الشارع بيعمل فقره وجردل قدامه؟ انا نفس الحاجه بالظبط، ماشي بجردل في بونبوني، واخش فصل امثل بالفرنساوي جمل هي محفظهاني، واروح رامي على العيال بونبوني، والمدرسين هو مش المفروض العيال يرموك بالبونبوني؟ لا ما انا ما باخدش اجر بقى، انا كمان بديهم اجر، هي رشوه للجميع يعني انت تتفرج وتديهم بالظبط. ومن بجد والله العظيم ما بهزر. ماشي. وبعد ما خلصت الحضانه امي حبت هذا الموضوع، فابتدت تعمل مسرح بالفرنساوي في المدارس الفرنساوي، وبما ان انا ابنها بقت تخليني بطل اجباري كل السنين بطل. هي مامتك شغاله في المدرسه؟ لا كانت بتعمل نشاط المسرح بس. وهي بقى لما مرنتني بالفرنساوي ودخلت اعمل هذا الشغل، وانا اصلا طفل حتى كان شكلي يعني مش طفل، يعني كنت شبه سيد رجب وانا صغير كده، وداخل بعمل سكتشات والله العظيم بعمل سكتشات. فهي حبت بقى انها تدرب ممثلين والكلام ده، فابتدت تعمل مسرح بقى بالفرنساوي في المدرسه. هم كانوا يعني سايبين لها رحبوا بقى، انا مش فاكره الاتفاق جه ازاي يعني. وبعد كده بقينا نعمل مسرحيه كل سنه، واخد انا بطوله بقى عشان امي بقى باجباري كده. فاتقنت اللغه الفرنسيه؟ اتقنت، حبيت التمثيل، لكن لا اللغه الفرنسيه ما فيش. ما انت بتعملها بالفرنساوي نسيت بتحفظ. اتقنتها وقتها يعني. نسينا بقى وبعد كده جت بقى في ثانويه عامه عايزاني اذاكر،
ده موضوع غريب قوي يعني. عايزه بقى مجموع بقى، ما هي خلاص ابتدت تنسى حلم المدرسه الفرنساوي وتفكر في حلم الطب بقى. انا كل حاجه يعني بحقق الاحلام. هي اللي دخلتك فهي ابتدت بقى، راحت موقفه المسرح، ادتني دور كلب عشان اكره المسرح. كانت عامله مسرحيه، انت بتتكلم بجد ولا اقسم بالله ما بتهزر؟ بهزر، عامله مسرحيه مستني دوري، طلعت دور كلب دالميشن، عامله لي والله افرول بديل ابيض في اسود، ابيض واسود وبتاع، عامل زي البقره وبتاع، واطلع على المسرح ايه اعوي وهوهو وكده. يعني كمان مش بيتكلم عشان ما فرنساوي، يعني كملش، كلب لا خلاص دالميشن هوهو بيتكلم بس لغه فقط. كلاب عادي. يعني مش حتى مش بس فرنساوي. عشان ما احبش بقى كسرت كده، عشان نذاكر كسرت بقى. عينك. وبدانا بقى في الدروس ثانويه عامه، ودخلت طب اسنان. لو كنت بادي كويس قوي، وبعدين يلا فقدت الشغف في القصه. بس طب ازاي بقى واضح ان مامتك شخصيه قياديه، يعني انت من كلامك كده ان هي شخصيه كاركتر يعني. هي مامتي اصلا بتشتغل مذيعه بالفرنساوي، مذيعه راديو بالفرنساوي اصلا، دي شغلانه. راديو ايه ده؟ الراديو بقى، عارف هقول لك راديو ايه؟ عارف لما تبقى قاعد في البيت فاتح الدش، ايام لما كنا بنستخدم الدش، خلي بالك عشان هي ممكن تشوف الحلقه. لا 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 يا هادي تمام، وتروح قالب بالغلط، وتروح الدش قالب راديو، كابوس الدوامه اللي بتخش فيها دي، اللي هو القنوات اللي بيروح جاي لك بقى لسه قنوات الراديو اللي على الدش، صور قمر صناعي كده، ومش عارف ترجع تاني للحاجه اللي بتتفرج عليها. ده بقى القنوات اللي امي بتعرض عليها، لان هي القنوات اللي بتتعرض بره مصر. ايه ده الراديو؟ بس بتذيع من عندكم في البيت؟ لا، من ماسبيرو. بتروح بجد عندنا في البيت يعني قلت عامله اوضه او حاجه؟ لا لا يا راجل. ده لحد دلوقتي ولغايه النهارده شغل بس كده. تعمل بقى، تطلع البرنامج الاوروبي. طب ما طبيعي خلقها ضيق طبعا. طب وبعدين ازاي بقى انت قدرت تقنعها ان انت بقى الطب ده تدخل جنبه السوشيال ميديا بقى؟ ما هو ايه اللي حصل بقى؟ هو انا هقول لك بقى بالظبط. لا لا، انا رغاي قوي ولا ايه؟ لا بالعكس، ده انا اصلا مش مصدق. ماشي. انا بقى دخلت طب اسنان، اتصدمت صدمه بقى جامده جدا. طلع الفرنساوي مش اصعب حاجه في حياتي. انه انا في الفرنساوي، انت عارف بقى كل المواد كنا بناخدها بالفرنساوي، حتى الحاجات العلميه بالظبط، والبيولوجي والحاجات دي. دخلت جوه بقى كله بالانجلش بتاع الطب ده بقى، مش فاهم كلمه. بدات اتعلم انجليزي بقى، مش فاهم كلمه. انا داخل اولا ليفل الانجليش اللي داخله في الجامعه القاع، وبعيده يعني. ده الحاجه الوحيده اللي كنت بعيدها في الجامعه، هي الانجليش قاع، ونكتب بيبرز. حتى البيبرز لما كانوا بيطلبوا مننا حاجه نكتبها، كان في ست في مدينه نصر بتاخد 180 جنيه او 250 جنيه وتكتب لنا هي البيبر. اوكي. بس لحد ما اتخانقت معاها، طلعت بتعمل كوبي بيست، وكان اسمه ايه؟ البلاجوريزم. اسمه ايه صح؟ بلاجوريزم. هو كان حاجه كده، الذكاء الاصطناعي بتاع زمان ايام الجامعه يعني. يقول لك ده مسروق قد ايه، طلع بتسرق. فقعدت اعيد يعني. في الجامعه بقى كان ليله امتحان، ومش عارف مش عايز اذاكر خالص، اول ميد ترم ليا في حياتي وبتاع. فانا قلت انا ضميري مات بالظبط كده والله. وبعد كده لقيت نفسي بفتح الكاميرا وباخد عزا ضميري بالظبط كده، فيديو 30 ثانيه كاني واقف في عزا في اسوان. انا شفت الفيديو ده. ما ده هزاره زمان، حتى دلوقتي دمها تقيل اعتقد ساعتها كمان. بس الفيديو ضرب بقى جايب ارقام ساعتها. اوكي. فاتجننت بقى اول مره، لان هي بعد رحله فشل. انا حاسس انا شفت الفيديو ده، بتصدق بقى؟ انا في ثانويه عامه كان عندي بيج على الفيسبوك اسمها واتش مولا. دي ما كانش عليها غير العيله، هي 12 لايكس، وبنزل عليها حاجات بشعه، وبحاول اسعى في الموضوع يعني. كان عندي عربيه الانترا 2008، ابويا مدياني ماشي 250,000 كيلو. لفت يعني شويه والله. كان بابا عامل زي باب الطياره من كتر طبقات البويه. كان بتنجاني، وكانت في الرخصه مكتوبه باذنجاني مع المعجون. وكنت كاتب على الازاز من ورا، انا فاكر كده اني روش بقى، واتش مولا بالكبير اسم الصفحه دي. بتسوق بقى. ومن فشل لفشل يعني. ده مش فشل بالعكس، انت كان عندك نظره تسويق. وكنت عامل بيزنس كارد معلوش اي حاجه غير رقمي واسمي، وعلقه في الاكشاك، والله العظيم ما بهزر، علق عليه اسم البيج. عندك كام سنه وقتها؟ ده كنت كبير واعي يعني، دي مصيبه. انا كنت واعي يعني، واعي يعني. عامل كروت بتوزعها، عامل بيزنس كارد عليه اسمي واسم البيج، عايز البيج تكبر، وبعلقه في الاكشاك بتاعه الدروس. الكشاك سايبينك عادي في كشك لحد دلوقتي حاطط بس هو اتشال من قريب بقى الكشك، عشان حاطين واتش فالفيديو بعد رحله فشل بقى في السنتين بتوع اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، وثالثه ثانوي، دول 3 سنين. الفيديو ده ضرب، بتاع ضميري مات. يعني انت الفيديو ده كان قبل ما تخش اصلا الطب؟ كنت لا، الفيديو بتاع ضميري مات في اول سنه جامعه، ليله اول ميد. بس بعد البيج والكلام ده بقى. فضرب. فبدات اعمل سكتشات فيها تمثيل، لان انا كل هدفي التمثيل. انا انت عايز تمثل انا ماليش في مش عايز، ما كانش يعني عايز امثل بس فقط يعني. بدور اروح اعمل اوديشن فين بتاع، يجي لي دور. سبحان الله. كنت بيجي لي دور بقى مجاميع بقى، واللي هو مثلا يبقى النجوم قاعدين في كافيه، تمام، ده الدور المشهد،
ووراهم المجاميع الصف الاول، دول اللي هم اللي شكلهم الاي كلاس، بيبقوا متقسمين ايوه الاي كلاس، ووراهم البي، في السي بقى اللي هو واقف انت كنت بتطلع في الحاجات دي؟ الحركه اللي هو الخيال اللي في الشارع ورا، انا أيوة. بقى اللي بعدي. يعني انت كنت بتعمل ده؟ طبعا، ده كنت تلاقيه معدي ورا خالص بجد. بس دي شغلانه صعبه قوي، لان دي يعني عاده ما اقصدش حاجه، بس عاده اللي بيعمل اللي بيروح للحته دي، يعني عندي ابن اختي كده بيحب، بس بشوف قد ايه الموضوع ده فيه بهدله. هي بهدله طبعا، فانت علمتها يعني. وبيبقى المكالمه فيها كدب، هي بيقول لك ده دور انت هتطلع هتقول كلمتين ولا فيتشر. وتقعد بليلتها بقى عمال مين تفكر ولا فيتشر مين والكلام ده، ويقول لك انت مين معايا وبتاع، وتروح تقعد 20 ساعه مرمي في الشارع وفي الاخر تلاقي نفسك بقول لك صف رابع يعني. وما احبطتش؟ لا انا كنت بضحك يعني عادي. بضحك وانا معدي وبتاع وكده يعني مفيش. وبعد كده الفيديو ده بقى لما ضرب بدات قلت ايه خلاص انا مش هبطل اروح اوديشنز الحاجات دي، واعمل انا سكتشات تمثيل، انا بقى اقعد اعمل سكتشات تمثيل. من هنا بدات بقى منها جلالة القدر ولا لا دكتور جلالة القدر بعدها بسنه. ماشي. هنا جه قبل جلالة القدر بقى، من هنا كلمني منتج اللي هو كان منتج برنامج باسم يوسف في البرنامج. ففرحت قوي، قلت له ازيك يا استاذ ومش عارف ايه بتاع، قال لي انا عايزك معايا البرنامج بحضره، قلت له همثل، قال لي لا طبعا تمثل ليه؟ تكتب. قال لي بالظبط كده، وانا اعرف منين انت بتعرف تمثل ولا لا؟ قال لي انا عايزك تكتب، قلت له حضرتك تعرف منين انا بعرف اكتب ولا لا؟ كبسته بقى. قال لي هنعلمك. فبدات ابقى في الكتابه وانا ما بحبهاش قوي، بتعلم مقابل اني اقرب اكتر للحاجات وكده، وقد كان. وبعد كده بقى امتى كانت انطلاقه بقى مولا بالنسبه لك انت، اللي هو تحس ان ده الوقت بقى اللي خلاص بقى فيه محمد مولا ده اللي هو اهو؟ عملت شخصيه دكتوره جلالة القدر وانا في الجامعه. ده كان من اغبى القرارات برضو، لان انا بقلدهم وانا وسطهم. انت هي دي كانت مستوحاه من مين؟ ما انا رجعت الجامعه، انا دلوقتي في الجامعه فمش هقول. اوكي ايوه. لا كانت، بس هي كانت مستوحاه من فعلا دكاتره في الجامعه. اوكي. والموضوع كان بدا يبقى جنوني بقى لما عملت الدكتوره دي، اللي هو الجامعات بقى وبتاع، وكل الطلبه بيتفرجوا وكده، فدي كانت انطلاقه. بعد كده انطلاقه تانية وقت الكورونا بقى. طبعا. بس وقت الكورونا. والامهات دي مستوحاه من مين؟ الامهات دي مستوحاه من امي فعلا. يعني هي ستايلها بس كده. لا هي بصراحه يعني هي بتتبرأ من الستايل ده، بس انا باخد ميكس. لما امي بتتكلم في التليفون مع اخوات جدتي، هي نفس هو ده السلام عليكم والكلام ده وبتاع، ولازم يبقى في خوف في المكالمه بدون سبب يعني. ايوه حتى لو حاجه حلوه بس لازم نربطها بالقيامه هتقوم. ايوه انت شارب الشخصيه دي بطريقه اللي هو يعني انا مش بصدق يعني. ما انا من كتر ما بسمعها. والحلو في الشخصيه دي سواء جلالة القدر او الامهات، ان انت عارف انت بقى دايما عندك حته كده، اللي هو مثلا واحد بيعمل حاجه حلوه قوي فبيعملها فانت انت نفسك يبدا يبقى عندك توقع لما تشوف الفيديو ينزل ان هو اكيد مش هيبقى خلاص يعني هو عمل كتير قوي حلو، فاكيد اللي جاي بقى لا هو كل مره بيطلع حلو. بس انا وقفت الدكتوره خلاص. انت وقفت الدكتوره عملت مشاكل اصلا، عملت مشاكل بحكي لا بعدين. عملت مشاكل لا كانت هتوديني في داهيه بقى الدكتوره. طب وبعد كده بقى امتى قررت ان انت تبقى ستاند اب كوميديان بقى؟ هقول لك، لان ده حوار انا بترعب منه، يعني مش انا بترعب، انا عمري ما حاولت ابقى ستاند اب كوميديان، وشايف ان انا هبقى افشل واحد، لان انا كان عندي تجربه مش ستاند اب كوميدي، بس فكره ان انا اقف على مسرح قدامي. كنت في جامعتكم، كان قدامي مش 100 واحد مثلا 150، بتشيل قد ايه القاعه عندكم معرفش. 150 بني ادم بالكتير بجد. انا بحكي قصتي انا اللي انا بستظرف وانا بعمل، وكنت فاشل، وكنت قاعد زي ما انا قاعد كده، انا لسه فاشل لغايه دلوقتي. قاعد لازم ابقى ماسك حاجه في ايدي، يعني طالما انا اللي بدير اللي بيحصل معرفش كده اسيبها هلهلي كده. فازاي عرفت بقى يعني ايه؟ هقول لك انا، هو كل الموضوع ان الواحد بيسعى هدفه واحد بس، هو التمثيل. فابتدى الواحد يعمل فيديوهات بيمثل فيها، وبعد كده ابتديت اخد ورش تمثيل، بعد كده الكتابه، دخلت في الكتابه، قعدت اكتب في كذا حته وكده، وكله هو الهدف التمثيل. وبعدين في الجامعه بمثل مسرح، عملنا فرقه مسرح كان في الجامعه، وكنا بنمثل مسرح. فعايز اعمل انواع كتير من البرفورمانسز تقربني اكتر للحاجه اللي بحبها. بس الستاند اب كوميدي كنت مرعوب منها رعب غير عادي يعني. لا رعب غير عادي. هو الموضوع جه صدفه تماما. هو علاء الشيخ كان بيعمل اوبن مايك في مكان اسمه روم ارت سبيس. رحت حضرت انت؟ هو انت لما انا حضرت كنت انت موجود؟ اول حفله دي كانت، لو انت حضرت لي ايوه حضرتها، دي كانت اول مره، بس انا ما لحقتكش يوميها. وانا ليه كنت كل مره ما الحقكش؟ لا بس في الاول ده اول مره ده كان 5 دقايق بالظبط. لا ما انا حتى بتاعت الساحل ما لحقتكش برضه. ايوه ما لحقتنيش. مش فاهم ايه في ايه. ايوه ربنا بيحبك. لا انا عايز احضر واحده والنبي. اي واحده يعني، قول لي تعالى، قول لي تعالى حاجه يا اخي بقى، يا اخي هجيب تذاكر. هو بيقعد يقول كده وبعد كده نكلمه ونقول له في والله لا حضرت، والله انا تعرف انا حضرت كام ستاند اب كوميدي في حياتي.
3 لا بس هتجيلنا في لازم حياتي هتيجي كلها، والله. بتاعت علاء الشيخ ده اللي هو اليوم ده، ومره اللي انت ما مم. لحقتكش فيها بتاعت الساحل، وبتاعت حلمي الاخيره. انا بقى علاء الشيخ قعد فتره كده يقول لي مش عايز تيجي تجرب في الاوبن مايك تعمل 5 دقايق، فاقول له لا. ففي مره قال لي، ومن كتر ما انا بقول له لا اتكسفت، فقلت انا هقول له اوكي، وقبلها ب 10 ايام كده اعتذر. نسيت خالص. لقيت معمول لي تاج على الانستجرام، لقيت البوستر نازل، قلت بس 5 دقايق وكانت خلاص ادمان بقى. طب وكانت عامله ازاي بقى؟ لا كانت حلوه، وكان 5 دقايق بس، وكانوا حلوين قوي. ومن ساعتها بقى مكمل. بس هي اصعب حاجه في الدنيا. هي اصعب حاجه. وبعدين انت خلي بالك في حته برضو، ان انت لما تطلع حتى لو 5 دقايق والناس عارفاك، بيبقى عندك كريدت مع الناس، يعني غير لما يبقى واحد ما حدش عارفه خالص بيبقى صعب قوي. بس هو الكريدت ده اصل انت عامه في يعني قاعده كده، انت يا سيدي اول 10 حفلات، اول 5 منهم صحابك بيجوا، وبعد كده في كام واحد صاحبك قوي بيجوا كذا مره، بعد كده دول خلاص زهقوا، بعد كده الناس اللي بتيجي عشان تشوف الحد اللي هم عارفينه من السوشيال ميديا او كده بيجوا بيزهقوا، بيتبقى لك بقى الجمهور اللي هو جاي يضحك بجد، وده هو ايوه طبعا، وده اصعب حاجه. ده بس هي اصلا انك تعمل 10 حفلات ستاند اب كوميدي دي، ده في حد ذاته نجاح. يعني. لا ما هي صعبه، بس هي صعبه هي صعبه، لان انا بالنسبه لي بشوفها فكرتها عباره عن ايه. انا يا جماعه انا هتقعدوا وانا هطلع اقول لكم قصص دمها خفيف وهنضحك، بس هو انتوا دافعين عشان تضحكوا، انتوا دافعين عشان ومفيش حد يلحقك. ايوه هي كفكره. يعني لو انت رايح مقريف بس، لا لو انت في اول 5 دقايق ما سيطرتش على المسرح والناس بدات تضحك، انت اولا لازم تخلص وقتك ومحبوس مع الناس دول، هم محبوسين معاك. ايوه. لا 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 صعب قوي. بس هي اكيد فرقت في السيلف كونفيدنس بتاعك، ان انت تطلع حفله ستاند اب كوميدي وتنجح وتنزل، فانت حاسس ان انت تمام، لانك بتجرب اي حاجه غيرها اسهل. ايوه صح. مهما كان في الدنيا تيجي تمثل مسرحيه تقول يا نهار ابيض ده الحمد لله، هخاف من انت ايه؟ عارف ده انا طالع مع 10 على المسرح. ايوه بالظبط. ده يوم ان شاء الله يغمى عليا. ايوه صح. في 9 تانيين. لكن لوحدك بطولك دي. وبقيت دلوقتي شايف حاطط رجل على رجل بشرب. انت اول ضيف اصلا يعمل ده. لا والله العظيم. بس دي لا انت بتغسل رجلك ليه؟ لا الفكره في ايه؟ ان انا عاجبني ان انت، انا يمكن ما اقدرش ازعم ان انا عارف مولا كويس وعارفك كويس، بس انا شايف التطور. شايف بس انا هقول لك حاجه، لا هو الرجل على رجل ديت مالهاش علاقه بالرجل على رجل. انا قبل ما اخس بقالي كل 26 سنه عشتهم مش بعرف احط الرجل على رجل. ما كلنا كان عدينا بالفتره دي عشان التصاق الفخذين. هم لسه ملتصقين بس عادي. لا ما هو لازم يلتصقوا، ما انت مش سحليه برضه. ما انت بس فادمان بقى. وبعد كده بقيت بقى ايه؟ مولا الفنان. انت النهارده معظمني. ايوه لا اصل انت النهارده انا منبهر. ده منين الجاكيت ده بجد؟ انا نفسي اسال من اول ما انت. والله العظيم ما فاكر. تحفه والله العظيم. والله العظيم تحفه. بص انا لابس ايه؟ طب انا اخويا اقسم انا دي طلعتها النهارده بس انا اقول لك على حاجه. انا في العادي بنزل كاجوال خالص يعني، بس انا لابس دوت عشان مجبر اروح اروح خروجه ليليه اوتنج بدريس كود. انا اللي فاكرك بتقول لابس ده عشان جاي اصور معاك. لا والله العظيم البس ده، كنت البس توكسيدو. لا والله ما تلبسش توكسيدو. محدش بيلبس توكسيدو. بقول لك انا ده طلعته مش شتوي النهارده. بس انا في العادي كده انا كنت اجي لك بسوات بانس لو في العادي والله. ما هو ده الطبيعي. ما انا بقول لك انا طلعت ده مش شتوي لقيته مكرمش، اكتشفت كده بعد ما لبسته. رايح اللي هو فكره الاوتنج بقى. اوتنج الخطوبه اللي هو شيء الخطوبه. انت هتخطب؟ لا مش اوتنج بتاعي انا. الاوتنج بتاعي هاجي قبلها. انا فاكر. رايح اوتنج خطوبه اكتر مشوار تقيل على قلبي. ده فين ده؟ ده في الزمالك والله. خدني معاك. ده حلو ده والله العظيم تنور. ده ملغم، ده مرشح. خدني معاك. خدني معاك يا استاذ محمد. تنور يا استاذ وكيل. طب التمثيل بقى، دخلت بقى انت عالم التمثيل. شايف كل اللي انت عملته ده طبعا فادك ان انت يعني عملت بنيت بورتفوليو ساعدك. احكي لي بقى على مشوارك التمثيل. ان انت مثلت دلوقتي، انت خلاص انت بقيت دلوقتي مصنف مع يعني ان شاء الله يعني عشان وجه جديد. يعني انا اقدم وجه جديد. يعني بقيت محطوط في الاوبشنز بتاعت الناس لما تعمل عمل اللي هو نجيب مولا، فاهم؟ ما دي كانت رحله عذاب بقى يعني. دي كانت رحله كفاح والله. ايوه احكي لنا بقى لما دخلتها، هل شفتها زي ما كان بتحلم بيها، ولا اصعب ولا اسهل، ولا ما زلت يعني هي شغلانه صعبه جدا طول ما انت لسه مش ثابت نفسك. هو على طول رعب. انت اولا ملهاش ميعاد، يعني مش عارف مين هيكلمك امتى او مين هيختارك امتى. هو النصيب يعني. للوجه الجديد اللي بيبدأ يوم التصوير ما بيبقاش ألذ حاجة في الدنيا يعني. لو انت مثلا بتبدأ بمشهد، انت بتروح قبل هذا المشهد ممكن يجيبك مثلا حضور 7 الصبح وانت هتصور فعلا بالليل بعديها بأكتر من 12 ساعة. حصل معاك كده في الأول؟ طبعا. يا ماليش انا اول مشهد مش هقول العمل يعني. بس انت عشان برضه خلي بالك انت طيب ومحترم يعني. انا عشان اتعاملت معاك فانا فاهم
انت شخصيتك عامله ازاي؟ الناس مش عارفه ده. هقول لك حاجه، لا ده التغير دلوقتي بقيتش طيب لا محترم. مش انا دلوقتي اي وجه جديد رايح بيطالب بحقوق معينه. لكن ساعتها من 6 سنين ده ومن 7 سنين انت بدأت تمثل من 7 سنين؟ اول مشهد عملته كان اول مشهد خالص في حياتي اقف قدام كاميرا، كان بيتنا روبوت واحد. كنت طالع مشهد. ماشي. وده بس ده كان عمل شبابي يعني لا والدنيا كانت كويسه، وكان عمرو وهبه، كنت انا اعرف عمرو وهبه كويس وهشام جمال لحد احترام الدنيا يعني. ايوه طبعا الاثنين من يعني بس برضه انت كده الناس بس عمرو وهبه من المجال يعني. الناس مدينك فرصه انهم يختاروك تعمل مشهد. وقعدت 12 ساعه؟ قعدت بتاع اي تصوير في الدنيا استاذ عمرو الكلام ده. بتقعد كتير مستني، وبتوتر بقى، انت عايز انت طالع تقول جمله. ايوه هي صابت يا خابت بقى انت. هو معلش، هو في بيتنا روبوت من 7 سنين تقريبا. ازاي؟ لو بيتنا روبوت واحد هتلاقيه من كده. يا لهوي، ده انا حاسه ان مثلا ده كان من سنتين. او اتاكد راجع ورايا برضه. لا انا ما اعرفش، بس حاسه كان قريب يعني، مش من 6 سنين. من قريب. حتى يعني. لا ممكن ما يبقاش، ممكن يبقى اقرب. 6 سنين ممكن مثلا؟ يبقى اقرب. يا لهوي الوقت بيجري. وبعد لا كده بقى لا نتاكد، ما اعتقدش 6 سنين. هو انا كنت في اوائل الجامعه فعلا. لو انت خد بالك. ايوه انا متخرج 2020 اصلا. انا متخرج اصلا من 5 سنين. ايوه صح. وحبيت بقى يعني شايف ان انت دلوقتي يعني الواحد بيحاول، يعني لحد دلوقتي الواحد بيحاول ان هو يجي له دور حلو يعمله، يعني يثبت نفسه يعني. فانت هدفك ان انت اصلا السوشيال ميديا يعني التمثيل يلغي السوشيال، مش يلغي بس انا بستخدم. انا عمري في حياتي ما انزل فيديو غير لو بعمل فيه كاركتر معين. يعني بمثل على مزاجي سكتشات. اوكي. لكن عمري ما، يعني مستحيل حد يلاقي عندي كونتنت نازل بتكلم عادي اللي هو صباح الخير يا جماعه رايحين نعمل كذا دي. فانا بحاول اللي هو اوري نفسي لاكتر عدد ناس يمكن الفرصه تيجي. بس بعد ما بقيت بتمثل كتير، حاسس ان انت السوشيال ميديا بقت اقل دلوقتي يعني. لا هو اللي مخلي الكونتنت كرييشن قليل هو الشغل الستاند اب كوميدي. لان الستاند اب كوميدي بجد انت لما بيبقى عندك حفلتين في الشهر مثلا مفيش طاقه، بتطحن. مفيش طاقه هم التحضير. بس بقول لك مش احلى احساس في العالم بعد ما تخلصها وتنجح؟ طبعا احلى. بس ان انت عايز تكافئ نفسك. بص، اصعب لحظه في الحياه في الكواليس قبل ما تطلع. دي حاجه جنان يعني. ده لكن الحياه هتنتهي بعدين. ده جنان اسوأ لحظات الحياه. انا بحس كده لما بطلع اقدم عربيه، يعني بيبقى عندي لونش عربيه. بس انت على فكره اقسم بالله انا قلت لك كنا رايحين بتاعه اسمها ايه، سي 4. التجربه بتاعت سي 4. كنت جامد، كنت على المسرح وافيهات عشان كان معايا حد. لا اسلام كان معايا. بس هو انتوا كنتوا خطار يعني. لا اللي هو فيه لو لوحدي هبقى مرعوب. لا والله هبقى مرعوب اكتر بكتير. بس كنت في اليوم ده انت خطير يعني. انت تطلعني معاك يا باشا، تنور اقسم بالله. انا عايزك مش عارف انت مالك متواضع كده ليه. عشان انت متواضع. لا انا مش متواضع. عارف مين بيشهد لك بالتواضع دايما؟ مين؟ بلال ده حبيبي. ده مش مصدق لغايه النهارده، ولغايه النهارده مش مصدق. والله ده اخويا. ده بلال برضو من كل مره تسلم، يعني كل مره تديله اهتمام يبقى مش مصدق، يجي يحكي لي يقول لي انا مش مصدق. بلال ده وهو بلال حد والله العظيم تتعلم منه اقسم بالله. المثابره خد بالك ناس كتير جدا بتبدا عايزه حلم معين في حته التمثيل وكده، وهم كام شهر ويزهق او أيوة كام سنه. لا ده قتيل. الموضوع فيه مشوار صعب، وفي حاجات مهينه، وفي حاجات في حاجات رزله. ايوه صح. رزله صح. طب بما ان البودكاست اسمه على الاسفلت، تالي ممكن نتكلم شويه على العربيات. لعبتي. وانت ليك يعني ما شاء الله دخلتك معايا في العربيات كانت انبهار. دي حتتي. انت بدات اتعلمت شويه من زمان ولا؟ بص يا باشا، اول عربيه سوقتها هي كانت الانترا 2008 البتنجاني. تمام. اللي هي معجون ابويا كتير كان مدياني. هي كانت منتهيه اصلا. ابويا مدياني متدغدغه. ماشيه ربع مليون كيلو بجد، 250,000. انت طبعا اتعلمت سواقه مش عشان انت بتحب العربيات ولا اي حاجه، انت عايز تتحرك بس. عايز اتحرك. لا خالص. ايه، انا بقول لك عايز اتحرك، وهي كانت بتتحرك بطلوع الروح يعني. وكان بقى اول لما بدات اسوق كان بابايا بيديهاني اسوقها ايه عشان اتمرن في الشوارع الجانبيه في مصر الجديده. فاول مشوار واحد صاحبي قاعد جنبي ومشغلين بقى، كان ساعتها اوكا وارتيجا وكده، ده كان البوم بتاعهم بقى، مشغلينهم باعلى صوت في الدنيا. انا كنت فاكر دي روشنه يعني. كنت فاكر ان دي حاجه حلوه من بره. الفكره انا كنت كبير واعي يعني، معلين على اعلى درجه لدرجه مش سامعين الكلام. تمام. وبعد كده في ورق على التابلو وقع، فنزلت اجيبه، لقيت نفسي انا على الرصيف. هو انت انا اللي سايق. انت اللي سايق؟ انت عادي. انت فاكر انا فاكر اني هنزل اجيبه كده، وفي تاني مره اسوق رحنا طالعين على الرصيف. نفس العربيه. كنا ايام الجامعه خارجين خروجه بعد ما بدات اسوق شويه في الزمالك. تمام. مع واحده صاحبتي في الجامعه. اوكي. ومعايا واحد صاحبي تاني اسمه دكتور محمد الظواهري، دكتور، هو دكتور شغال دلوقتي. دكتور.
في العربيه اللي قدامنا مع واحده صاحبته، خارجين كنا بنتعشى وبتاع وماشيين بقى مروحين، هو ماشي بعربيته قدامي وانا ماشي وراه. ظواهري بيروش بقى عايز يضحك البنت اللي جنبي اللي قاعده جنبي دي، راح مفرمل دخلت فيه برضه، لقيت الكبوت هي ليها حادثه معروفه الموضوع ده. لا ده اصل دي متكرره معايا. هو انت تخبط في الناس اللي انت تعرفهم؟ عاملها مرتين. دي كانت اول مره. الالانترا 2008 دي سبحان الله، هي بس لمسه بتروح هي كانها سوست تروح داخله عشان تحافظ على اللي قاعد جوه. والله يعني تروح داخله تلاقي الكبوت بتضحي بنفسها عشان انا بقيت اصلا اخبطها الخبطه دي وبنمشي عادي يعني. انت ممكن تدخل ايدك للموتور كده بتاع الكبوت بيعمل كده، هو كده ايوه، ونمشي وكده لحد ما تتصلح. السمكري بقى يجي يقول لي بيعرف كتبي يعني، يقول لي خد كتبك يلا وبتاع، عارف هو السمكري كان في مدينه نصر في الحي السابع، نديله تحيه. وبعد كده يوم اللي هو بتاع حفله اول ستاند اب كوميدي بتاع علاء الشيخ ده، كنت ساعتها انا مرتبط بفتاه. كل ما افتكرها بموت والله العظيم كنت مرتبط بفتاه، ودي كانت بقى العربيه البيجو الفتاه بفتاء ده انت دمرت الدنيا. كانت عربيه البيجو ال 508 اول فيرجن من الشكل الجديد. تمام. كانت بقى دي بقى بالنسبه لي وايه، ومحافظ عليها وايه. وخلصنا الحفله دي هي واول حفله بقى، فهي مروحه رايحه بيتها يعني، فقلت لها انا همشي وراكي. ازاي بالظبط همشي وراكي، همشي عشان اطمن، عارف انا الشغل ده. فقالت لي انت مجنون يعني اهبل ولا ايه؟ قلت لها مفيش. هي كانت ساكنه بعيد؟ ساكنه ولا حاجه، تلت ساعه. تلت ساعه مفيش، واحنا هنا في التجمع. ايوه هطمن بس انك تخش. جبت نادر صاحبنا، نادر اللي بتشوفه اكيد في وان جولدن سكوير، صاحب يوسف اللي هو الطويل قوي، عارفه طبعا. نادر ركب معايا، قلت له هرجعك تاني عربيتك سليني، وراني فيديوهات الحفله. احتمال نعمل حادثه. هو قالها وهو وانا بتفرج على فيديوهاتي وانا في الحفله، قال لي احنا هنخبط فيها. قلت له بس بتاع مفيش لحظات احنا ماشيين مثلا على 100 وقفت على مطب ما شفتش ده اللي انت ماشي وراها تطمن عليه. بحرسها والله العظيم ما شفت، ما فرملناش. انت عارف ان احنا ما فرملناش. جبت لها ديسك. انا كنت باصص كده لقيت الايرباكس كده، والعربيه طبعا عربيتي انا اتشنيرت، وهي عربيتها اندفاع لا تتخيله يا وكيل. طارت بعيد مسافه. انا مش مصدق ان انت الامان والسند بتاعها، انت راح توصلها بالليل. اوصلها، ده موكب لوشتها من على المطب. ده انا طيرتها، عارف طارت اندفاع غير عادي. انت متخيل؟ بقول لك انا ايرباجاتي كلها فتحت. وهي جرالها ايه بقى؟ هي من بعيد نزلت حاطه ايدها كده، ونادر لما لا سيبك منها، انت نازل تقول لها ايه؟ ما انا بقى بص، هو الموقف كان بالظبط كده. نادر الايرباجز، احنا اول مره ايرباج تفرقع فينا يعني، تجربه وحشه قوي. بسمع فنادر احنا افتكرنا العربيه بتولع، بتطلع دخان ابيض كده. فنادر شوف طويل ازاي، فتح الباب ونط كله. نزل. قلت له انت سايبني انا خايف بقى اللي بشوف العربيه تولع ما يفتحش ولا حاجه. بس شفتها هناك نازله الكثافه تنزل. انت عايز تلف وترجع؟ لا عايز. طب يا حبيبتي عايزه حاجه. انا بقول يا رب يبقى فيها اي اصابه. فببص على نفسي صاغ سليم مفيش خدش، وهي نازله متدشمله. انا يعني مش عايزين بقى نبقى نتكلم في كده يعني، بس فانا من التوتر مسكت صباعي الصغير، نزلت ماسكه. وعايز اقول لك عشان نوصل لها ماشي 10 دقايق يعني. خدنا اوبر رحنا. كان موقف صعب بصراحه. طب يعني قلت لها لا بس احنا كنا سلام. هي بصراحه انتوا نهيتوا العلاقه؟ لا هي بصراحه احترام الدنيا. انا ما شفتش كده، احترام الدنيا. هي كانت بتطمن عليا ما قبلتش العوض حاجه. لا ما تشيلش انا والله فعلا ما الفاتوره على المهر. وانت عارف قطع الغيار الفرنساوي عندي انا اللي حصل فيا ايه. انا اتمرمطت يعني. انتوا كملتوا مع بعض مثلا اسبوع بعدها؟ هي العلاقه انتهت لاسباب اللي هي الطبيعيه يعني، ما لهاش علاقه بالحادثه. دي لذيذه قوي. لا هي بصراحه احترام الدنيا. على فكره احنا اصدقاء دلوقتي. ما لازم تبقى ما دام تطمن على رقبتها وظهرها دول اللي راح. بس واعتقد ايه بعت عربيتها وانا بعت البيجو. يا نهار ابيض. انا بايع البيجو فابريكا من بره ومن جوه. لا عملت كده؟ كما تدينه تدين ابن اللذين. لا ده اللي صلحها اصلا هو اللي اشتراها. خدها على طول. لا بس القصه دي انا بشوفها من اطرف القصص. الفكره انها حصل لي مرتين يعني. ايوه انت ماشي، انا اصلا مش هروح معاك اي مشوار يعني، خلي بالك برضو. لا ما تمشيش ولا وراك ولا جنبك ولا قدامك يعني، احنا ممكن نتقابل هناك. باشا انا لو دخلت في اللوتس بعد الشهر عارف هعمل ايه؟ هقتل نفسي جوه العربيه، مش هواجهك، هنتحر. وانت فاهم مين قالك ان انا هواجهك؟ لا انا هبقى عايش. انا هبقى يا زي المطب. هبقى يا لهوي. ممكن اسال سؤال؟ ايه شعورك بجد والله العظيم ما بقى وانت سايق بقى حاجه اللي هي الحاجات اسمها ايه يعني؟ السوبر كارز. السوبر كارز دي واطي قوي يعني. لا انا مش دي متعود عليها. طب ونظره الناس بقى في الشارع بتبقى اللي هو بقى يعني اللي واكلين، اللي هم اللي سارقين البلد. غسيل اموال. هم دول اللي سارقين. انا بشوف الكومنتات دي. شله اللي سارقين البلد. ايوه انا بقول كده عليك برضه. فحتى اصلا بشك في نفسي بقى، هو انا سرقت البلد؟
وبعد كده باكتشف بس ان انا بصراحه انت بصراحه والله العظيم يعني انت، انا قبل ما انت يبقى معاك والشغل اللي عملته مع لوتس ده، انا ما اعرفش ان كان في براند، انا يعني ما اعرفش ان في حاجه اسمها لوتس ما اصلا. هو الناس كلها الناس كتيره ما تعرفش لا اصلا، يعني هو براند مش حتى مش مشهور في العالم، هو مشهور للي بيحبوا العربيات، لكن ما بتحبش العربيات مش هتعرفه. بس القعده مريحه وكده جدا والله. طب سؤال، لو وعلى فكره اوسع من البي ام اللي انت ركبتها معايا، يعني هتركب جوه تحس ولو دخلت درايف ثرو بالطول الشباك؟ دخلت قبل كده؟ دخلت مره بعربيه يحيى درايف ثرو، حكيتها له. لا والله العظيم كانت والله العظيم. بس هو ما شاء الله ما شاء الله استاذ يحيى، يعني لو مش هيلاحظ يعني على ما يعمل جارد. ما هو لاحظ، ما هو المشكله ان وانا داخل عليه البيت بقى في الاخر رحت لابس المطب اللي قدام بيته وهو قاعد قدام البيت، فقال لي حد ياخد مطب كده جاموسه، بس هو ده رد فعله. مش اصلا ناوي اقول له، فبعد كده قال لي يا جاموسه، فرحت نازل بقى خارر كل وكان رد فعله ايه بقى؟ قال لي لا عادي، ايه المشكله؟ هو طبعا كان متضايق يعني، بس هو حرام يعني تقبل الموضوع. لا عادي، دي انا بقولها لو حد وقع موبايلي اقول له ما تقلقش حاطط كفر عادي. لا الا الموبايل ده، الموبايل اهم من العربيه دلوقتي. بس هو جميل يا حبيبي، هو تحفه فظيع. طب انت بما انك انت موضوع بقى العربيه اللي بعتها دي، لما بتيجي تشتري عربيه، انا حاسك دقدقت في الشغلانه، يعني انا بدايه علاقتي معاك في العربيات كنت فعلا لا تفقه شيء، والله العظيم بيتنصب عليا، اترعبت رعب اصلا، انا ما كنتش مصدق يعني. انا حتى وانا بجري بيك انا كنتش فاهم انت بتعمل كده علشان انت بتحييني ولا انت عايز تديني رياكشنات. انا مستحيل، انا فاكر عربيه ماتريكس ده كابوس، احنا داخلين في عربيه ماتريكس وفجاه احنا في التسعين يا فاجر، وراح دريفت في اليوترن بالماتريكس. ايه ده؟ ومن ساعتها جالك تروما من موضوع ما اركبش انا اي حد من صحابي اصلا بيسوق بسرعه ما اركبش معاه. ايوه لا ما انا مش هعمل معاك كده تاني. بس انا اقصد اقول بقى ان انت حاسك في الفتره دي من ساعه التصوير الفيديو ده النهارده سالتني بقى على العربيات واشتريت عربيه وبعتها وبتاع، فلما تيجي تشتري عربيه يوزد، انا كل الحاجات اللي بجيبها يوزد. ايوه ما عشان كده بسالك السؤال ده، بيقلقك ايه اكتر، الحاجات اللي الشخص مخبيها ولا ما تحسه عايز يبيع العربيه بسرعه؟ يعني اللي هو انا يعني احب قوي يبقى في معرض وسيط بيننا، بس انا قلقت شويه. نشكر في دوبيزل. يا راجل لازم يبقى حد موثوق. بص يوم ما بقلق، انت عارف ان دوبيزل دلوقتي عامل حاجه فيريفايد، ممكن بس دوبيزل والله العظيم ما بهزرش يعني، انا مثلا لو عايز اطمن ان مش بيتنصب عليا بفتحه، والله ما بهزر، هو ريفرنس يعني، ريفرنس الاسعار، ريفرنس الحاجات. الله عليك. لا على فكره انت مش عادي. انا كنت عارف مش مشكله، احنا عارفين يا باشا، احنا عارفين قوه المنتج بتاعنا، بس انا اقصد اقول ايه، ان انت يعني ايه اللي بيقلقك لما تيجي تشتري عربيه؟ لا بيتابع اللي بيقلقني بالحاجات المرشوشه والكلام ده، يعني انا بقول لك كنت بجيب عربيه وطلعت مرشوشه وكانت يعني اي حد يشوفها يقول دي زيرو، حتى في الفحص قبل ما يعملوا الفحص قالوا 100 100. بقيت شاطر في الموضوع ده؟ لا خالص انا بص اكتر واحد يتنصب عليا، انا عايز اقول انا برضو على فكره ما يغركش ان انا شغال، انا لسه وانا ابو هياجي لسه جايب عربيه من غير دواسه ومن غير مفتاح سبير، والله العظيم. انت بعد ما اشتريتها يعني؟ اصلا ما كنتش باصص على الحاجات دي يا راجل. بس عايز اقول لك حاجه، انا اعرف ناس كتير قوي اشتريت مستعمل من غير مفتاح سبير ده. طب ما تقولش كده عشان الراجل بيقول كده وانا بقول له لا انت بتقول اي كلام وكده، بس هو بيحور طبعا، ده ايه الاستعباط ده؟ لازم هو يطلع مفتاح سبير على حسابه. اللي عايز اسالك بقى عليه بقى حاجه تانية تاخد بالك منها اكيد، عشان انت بتسف طبعا، انت محتواك قايم على السف، موضوع المصطلحات اللي في الاعلانات المستعمله. ده انا بقى بالنسبه لي رشه دواخل دي والحاجات رشه دواخل دي من الحاجات، في حاجات بقى فاكرها يعني، هي اكتر حاجه دايما بحب اقول العربيه دي رشه دواخل. وبعدين احب قوي اقف قدام اي واحد صاحبي جايب عربيه، اخبط له عليها كده كاني بفهم وتقول له فابريكا كده، اقول له لا اقول له على طول بص فوق، لا ما تبصش على ورشه دواخل، اقول له رشه دواخل وانا رافع كده. انت بقى انا هديك بقى حاجتين تعملهم، وفي واحده منهم لايقه عليك كده، لان هيصدقوك. اول حاجه انت مبدئيا مثلا داخل تبص على العربيه، فتروح باص كده وما تبصش عليها، تبص فوق، بص كده وتقول له لا فابريكا. وبعد كده تعمل مثلا انت خبطت بدي، بعد كده خبط بدي، اعمل كده، هنا في معجون، وعارف في الجهاز كمان، عارف الجهاز؟ لا ما انت لو الجهاز بقى انت كده بروفيشنال عندك انت منه ده؟ لا طبعا انا مالي. بس الحاجه الثانيه اللي ممكن بقى برضو تبقى لايقه عليك قوي لما تيجي تبيع عربيتك اللي معاك دلوقتي، اكتب استعمال طبيب، لان انت اصلا طبيب. انت عارف دلوقتي بيبقى فيه دايما تلاقي برضو استعمال سفير، كانت سياره السفير الالماني في القاهره، في بقى تلاقي في السوق بتاع 20 عربيه السفير. انا اصلا بشوفها جرس قوي يعني، اكيد لو السفير مش هيقول انه سفير ودي عربيه السفير، استعمال يعني سفير دي بتتباع بالعكس ده. لا وفي يعني استعمال ربة منزل والله العظيم، فهي كانت بتنزل بس يا دوبك تودي العيال المدرسه وترجع. انت تقلق اصلا استعمال ربة منزل دي، انت هتلاقيها محككه، ما تلفيش مرايات. ما بقى في القصه دي. طب قول لي رايك في الاسعار الفتره دي بقى، اسعار العربيات. لا كلام فارغ،
والله العظيم كلام فارغ. يعني شايف الاسعار دلوقتي لو انت بتفكر تشتري عربيه يعني الواحد ايه بقى؟ لا 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 والله العظيم ده جنان. لا انا عارف ان الاسعار غاليه، بس انا قصدي يعني رايك في الموضوع عامه. هو بس في شايف الحسره اللي هو لما تيجي تقول يا ده انا لو كان معايا نص الفلوس ديت من سنه من سنتين كان كنت زماني جبت معايا اللوتس ماكلارين. طب انت عارف ان ده بجد؟ والله. طب انت عارف ان ده بجد؟ يعني عربيتك دلوقتي سعرها كان لو كانت اللوتس دي من سنه ونص سنتين كانت ما ده اللي حاجه تجيبها عادي. بتحصر الواحد والله العظيم. ده حقيقي. بس لا الاسعار عنيفه. اسعار بقت فظيعه. طب انت مع موضوع العربيات الكهرباء جربت القصه دي؟ اصل انا عارف كمان ان الحاجات اللي انا عارفها عنك اللي اكتشفتها في العربيه لما انا خدتك معايا في العربيه البي ام دي، ان انت قلت لي انا بالنسبه لي الشاشات الحاجات اللي تدلعني، اديني شاشات. فانت بالنسبه لك انا واحد ما بيعديش ال 120 يعني ده ايه ده حاجات اللي ايوه هتعمل ايه بقى بالشاشات؟ يعني ايه اللي انت عايز؟ حاجه في الاوبشنز اللي في التسلا دي ده بنركنها ونقعد نلعب. طب انت عارف ان انا عملت فيديو على الموضوع ده انت عارف ان هي معموله ان انت تشغل كمان الصوت ده من انه واحد قاعد ده اللي جوه لو عايز تعمل مقلب من جوه. لا انا بكلمك كمان ممكن تختار كلاكس لبره كلاكس. لا 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 حاجه خطيره. وبعدين في بقى اللي هو الكاميرات تبعت لك على الموبايل. لو حد كان في فيديو معروف قوي حد في مصر هنا بيطفش عربيه تسلا بيحاول يفتح الباب عمال يعملها كده. بعتها له ده فيديو حلو قوي. بتروح بعتها له على طول وش الحرامي وهو عمال يعمل كده ومش عارف يفتحها. فيديو فاجر. أيوة. فاجر. بس انت عشان انت يعني في العربيات اللي بتحب تشتريها تحب التكنولوجيا. هي التسلا عامله كام دلوقتي يا وكيل؟ التسلا حسب مستعمل ولا جديد. بس يعني انت بتتكلم في انت ممكن مستعمل تجيب حاجات بتلاتات واتنين ونص وممكن يبقى تحت كمان. يعني اتنينات. وخطر بقى البطاريه وتبوظ والكلام ده. ما ده اللي انا كنت هسأله لك. انت اصلا ذاكرت موضوع العربيات الكهرباء ده او بصيت عليه بصه ولا لا؟ ولو اشتريتها هبقى من اجل الهبل ده. طب انت سواق انا هبدا اديك نصيحه بقى. انت اصل انت لو سواقتك او مشاويرك مش مشاوير طويله يعني ما عندكش سفر كتير ممكن تركب عربيه كهرباء لان انت بيتك تالي يسمح. انت لسه قاعد في نفس البيت بيتك يسمح انك تشحن. بس هتفصل مني هنسى اشحنها ما هي بقى لو هي كهرباء عايزه حد يبقى مش هلهلي. يعني عايزه واحد بيعرف يخطط ليومه. هتفصل مننا. لا دي هتفصل مننا. بس هي اللعب اللي فيها دي خطيره بصراحه. انت عاجبك تبص انت مركز انت سايب السؤال ومركز في اللعب. ده انا الشباب دول مثلي الاعلى اللي كانوا واقفين بيعملوا الاشتغاله دي في الناس بجد؟ والله العظيم. طب ايه اللي بهرك يعني في حاجه زي كده؟ انا مش مصدقك يعني. اصلا في العربيه الالانترا لو نرجع لها كنت رايح شارع دمشق كنت مركب جهاز كده فيه بتاع 75 كلاكس تريلا كلاكس بتاع كانت طاير من الفرحه بيه. دلوقتي طبعا عملت كده الناس هتقعد تتريق عليا بس انا جوايا حته عايز اروح شارع دمشق. طب ما تكمل عادي. ما هو ده اللي انا كنت لسه هساله لك. انت حاسس ان انت اتغيرت؟ تعرف باتير ده كان ممكن يخلي الالانترا. انا عايز اقول لك حاجه. باتير هيجي معانا حلقه هنا. لا والله ده لازم. ده ايه ده جامد قوي ده الراجل ده. اي حاجه جامد. انا قابلته اتعرفت عليه في الوقت اللي هو كان لسه ما بقاش وصل بقى للحته اللي هو فيها دلوقتي ما شاء الله. هو مركز في الصين كل شويه في الصين. انا بشوف الستوريز بتاعته. اختراعات بقى كوكب. هو في الكوكب. لا بيعمل تحويلات من الكوكب بيعمل تحويل بيحول من حاجه لحاجه. ده ايه ده؟ شايف السي بتاعتك دي ممكن يخليها لك اكس 5 يعني والله ده مش بيعمل ممكن. حاجات فظيع. بس الحاجات دي امان صح؟ لا هو المفروض يعني بص التوكيلات ما بيحبوهاش. طبعا. يعني اي حاجه هتعملها من الحاجات دي هو خلاص خرج بره الضمان خرج بره حياته. طبعا لكن هو المفروض ان هو شغال بشكل تودي له اللوتس في يوم. انا مش عايز. انا ما بعملش. ما تعدلش. انت ما تعدلش. انا اصلا ما بحبش. كنت انت العربيه الثانيه السيلفر دي اتحكت من كام يوم. انت كنت منزل متعصب قوي. ما انا وديتها النهارده. انت عارف كده. بس ده بروتكشن ده. لا ما هي اصل ما هي العربيه كلها مرشوشه. فالحكات بتيجي بروتكشن بس بتاثر على الدهان ان هو بيبدا يشرخ كده. موضوع البروتكشن ده عظيم برضه. مهم. مهم. طب انت بما انك مولا بقيت فنان. انا بصراحه بقيت احس ان يعني انت زي ما انت طيب ومحترم وجميل ومتواضع وكل بس انت بقيت لا ده انا رجعت للطب. لا جميل والله رجعت للطب. فايه العربيه اللي انت شايف ان انت نفسك تبقى دي بقى حلمك لمولا الفنان؟ بص بقى بس خد وقتك بقى. لا انا عارفها. خد وقتك ما تكلفتنيش. رينج روفر ديفندر كمان مش رينج روفر اللي هي الكبيره وبتاع. عايز ديفندر ومش هنطلع بيها الصحراء ولا حاجه بس هي جامده قوي. ايه اللي عاجبك بقى فيها؟ انا نفسي في عربيه عاليه وفيها حاجات كتير كده. يعني ليه مش جي كلاس مثلا؟ ما تحبش الجي كلاس؟ لا احبها طبعا ما اقولش لا. عليت لك الطموح. بس هو يعني اقول لك حاجه. في الاحلام مترتبه. يعني اول حاجه الجي ال سي تمام. بعد كده الديفندر
بعد كده الجي كلاس، بعد كده الديفندر اكتر حاجه عايزها يعني لو قدامك جي كلاس وديفندر تاخد ديفندر. طب ما في دلوقتي الجي 2. الجي 2 كنت لسه هقول لك بتركب الجي 2 التي 2 هاتها فاكر شكلها جامد جدا تحفه والله العظيم، جامده يعني. انا ناوي اجيب واحده على فكره خطيره والله جميله جدا ولذيذه وفيها وسواقتها حلوه وبتاع وفيها دلع برضه وشاشات. اجيب لك واحده اوكي واحنا ماشيين طلعت. طب بما انك اخر يعني مش اخر حاجه قوي على قد، بس عايزك انت تريكاب الحته دي، لان انت اكيد بما انك خدت الجزئيه بتاعت جلاله القدر والامهات وبتاع، انا عايزك تحكي لي على اللي بتشوفه في الشارع من في سواقه الامهات والحاجات دي والحاجات اللي انت بتشوفها يعني. بص انا للاسف بقى مش عارف اقول كده ولا لا، بس صحابي يلقبوني بسواقه ان انا بسوق سواقه الطنطات من كتر ما انا بسوق بالراحه، مش عارف ليه. انت اصلا بس على فكره مع ان انا بخاف قوي بقى من في طنطات بيبقوا متعصبين قوي على الصبح وبيزعقوا لي. هم بيبقوا خلقهم بيزعقوا الصبح وقت المدارس ده، وقت رجوع المدارس لو الدرجات طالعه بيبقوا عصبيين جدا وزعيق صويت يعني. بصراحه لسه متهزق، انا بجد لسه متهزق. ما هو فيهم وفيهم، بس انت بتسوق هادي ودي مش حاجه. انا هادي جدا. انا هادي تماما، بس مش كلهم زي ما انت بتقول بيسوقوا هادي. لا هم ساعات بيبقوا مندفعين، هو على حسب. بص كله ينعكس على الطفل عمل ايه في المدرسه. هو ده بيندفع فيه. تلاقي والله العظيم عربيه الام المتعصبه، الام المتعصبه دي عربيتها بتبقى باينه، والله العظيم تحس شنطه عربيتها عامله كده من كتر ما هي طايره وماشيه طايره كده عصبيه. يعني هي شنطتها بتبقى مفتوحه يعني؟ لا هي العربيه طايره كده، تلاقيها عربيه ماشيه ليها لو واقفين في اشاره تطلع منها يعني عايزه تنجز. هي متعصبه. وفي الام الرايقه. الام الرايقه خالص دي اللي هي رايحه نفطر ناخد برانش على ما العيال يخلصوا المدرسه وكده، دي بتخبط الحاجه ولا بتنزل تشوفها ولا بتسال عليك ولا بتبقى عارفه ان هي اتخبطت هي اصلا خالص. هو بتتصلح على طول. انا مره قريب جدا مراتي بقى حصل لها موقف عارفها الحقيقه، كان برضو قدام الحضانه. يعني عايز اقول لك الحضانه بجد، الشارع بتاع الحضانه ده يعني عامل زي الاستوديو ده كده، يعني انت ما عندكش اصلا مساحه ان انت تعمل مشكله. يعني اخرك وانت عارف الشوارع دي بتبقى اخرك هتحك مرايه، هتحك باب كده. فلقيتها بقى بتكلمني تقول لي انا واقفه قدام الحضانه دخلت جوه الفصل العربيه جابت مقص. قلت لها طب ازاي؟ يعني انت قدام الحضانه بقى على 90 بره بقى يعني اكيد. قولي لي انت فين بقى؟ انت على الدائري بقى. فقلت لا انا قدام الحضانه. طب ازاي؟ ما هي بقى دي الفكره، ان هي كانت نزلت بنتي وبعدين هي ماشيه الشارع صغير جدا، وبعد كده هي باصه عايزه تشوف البنت بتدخل كده، وعربيه تانية واقفه كسره العجل بتاعها، فالعجله المكسوره دي كده هي خبطت راحت المقص مع يا نهار ابيض. ده ريكورد. احنا المفروض اصلا بتزعل على العربيات قوي انت كأن انا لو والله بص يعني بزعل طبعا. انت وشك كان فيه كميه حزن وانت عايز تقول على الجيران. عشان انا متغاظ مش على العربيه، اصل العربيه هصلحها. الفكره في الاتيتيود السلوك. بس انت كنت لا والله العظيم ملامحك كانت صعبت عليك. بتقدرهم انت في صله رحم بينك وبينهم. بتغصب راحت خلاص تتصلح سهله. تحب انهي عربيه اكتر انت بقى، هي ولا انا بحب السوبر بتاعتي القديمه خالص. دي العشره. وبحب طبعا السي 5 لان دي مريحه. بس اللوتس تحبها الجديده بقى؟ بحبها طبعا بس بتوترني، يعني بحس ان انا ماشي سواقتها صعبه صح؟ لا سواقتها سهله بس انا ماشي بتهمه بقى. بس انت على الارض قوي دي الشعور متعه. لا والله جميل بس ممل برضه. يعني تطلع الدائري بيها عادي؟ ما انا لسه امبارح انا رحت اكتوبر ورجعت. ده طب ما صعبه قوي دي صعبه دي. كنت هوديها على ونش والله صعبه جدا دي. انا عايز اخدك معاك لفه تاني قريب، هنعمل ده قريب. انت اركب معايا يا باشا، انا مش على الاقل انا ما ببصش على الحاجات تقع مني وبخش اطير. لا ده دلوقتي جنب الحيط والله. لا انت الله يكون في عونك الصراحه، بس بجد انا مبسوط. بقول لك ايه يا ريس بقى، اقسم بالله بص الحلقه دي والناس دي، بص الناس دي ده شفت الميه؟ خدت بالك من تقديمه الميه؟ لا. خلي بالك البودكاست ده مختلف عن اي بودكاست تاني. كده حسيت؟ والله. ليه ايه عشان هو ده حاجه طبعا مش هتتقال، بس لا هو عشان والله العظيم البراندنج مش في الوش كده حلو، براندنج خفيف خالص. ايوه احنا مش فارق معانا يعني دي اشيك حاجه. هي بس دي اشيك حاجه. هي العربيه دي اللي انا محتاره. وبعدين مش عارف فيها بطاريات ليه. انا اموت واعرف هل هي بتمشي بريموت. انا من ساعه ما جابوها لي وهي ما عملتش حتى بيب. انا احب يعني العربيات برضو اللي بريموت قوي، خد بالك. ما هي دي بيتنصب عليا قوي، بيتنصب عليا في الطيارات اللي بريموت. اللي جاب العربيه دي من البرودكشن لازم نعرف فين الريموت، لانه جاب العربيه وخد الريموت. يعني عايزه بطاريات. ما عايزه بطاريات، ولازم بقى انت مشكلتك بقى مش البطاريات، مشكلتك في المفك اللي هيفتح. ده النكد بقى والله العظيم، صناع الالعاب ده نكد. انا جبت لابني عربيه هديه من دبي وانا راجع، قعدنا 3 ايام ما بنلعبش عشان مش لاقيين مفك نفك المسمار. لا
كنت اكسرها. حبيب قلبي نورتني والله العظيم. انا ممكن اقعد معاك 3 ايام، بس انا عارف ان انت عندك يعني اكتوبر دي قاعده وزير اعلام. لا انت لا 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 ده وزير النقل والاعلام القادم. بس لا خلاص انا سعيد اني كنت مع وزير النقل احمد الوكيل. اخر حاجه هنعملها بقى لعبه، يلا بينا بس سريعه يعني. يلا بينا، لان دي بتبين قد ايه انت موسوعه في السيارات. يلا بينا. انا بص هوريك ايه، انا جاهز كده لا ما تترسمش، عشان لسه في صعبه. هوريك بعض العلامات المروريه. ماشي. وانت تقول لي العلامات دي. لعبتي يا باشا. عارفها صح؟ جاهز. ايه هي؟ قول لي انا جاهز. خلاص اوكي. اول واحده دي. يا السهوله. ايه بقى دي يا باشا؟ امامك ماشي مزرعه، يعني دي اراضي زراعيه. برافو عليك، تكسب معانا. غلط. لا والله دي مزرعه. هي انا برضو افتكرتها زي كده بصراحه. هو شكله سور واللي رسمه شايفه سور، بس ده قضيب قطر مزلقان. طب ما ده عشان كده الناس بتدهس. عشان هو عامله غلط الصراحه، ان هو المفروض ما يبقاش من فوق كده وكده يبقى صح. طيب دي اسهل من السهوله. منطقه مرور عجول. هو في منطقه عامه بتبقى مرور عجول؟ حيوانات تعبر حواوشي الربيع. وصلت حواوشي الربيع بالظبط. لا دي حيوانات تعبر الطريق. ايوه بالظبط. بتتحط ساعات غزاله على الطريق سينا جمل. انا حاسسك بتستخدم المنطق اكتر في الرد. لا ده اصل بشوف بتاعت الجمال دي على العلمين، ما بيبقى فيه جمال. بيبقى فيه جمال صح. انا مش عارف ليه حاطين بقره. دي غريبه دي. طب بص بقى دي بقى باشا جاهز. اقسم بالله خلاص. صح. يبقى احنا دماغنا زي بعض، يبقى انا وانت نفس الدماغ. انا مش عارف هو قصده زي المترو عامله كده. لا دي يا باشا انت في منطقه منحدرات وجبال. هي منطقه مطبات يعني، بس هو اللي رسم مطب كان اكستريم. كان لسه راجع من عند دكتور الفيلر. بالظبط على حسب الجراح. الجراح حسب الجراح اللي اشتغل. طيب دي بقى تعرفها دي؟ دي المنطقه دي فيها رياح بنت كلب. صح؟ انت وفي منطقه فيها رياح ثابته، يعني بيبقى معروف دي الرياح فيها على طول. بتبقى فيها كروس ويند بيسموها، الرياح العكسيه اللي هي بتخليك تنط. طب انت عارف كسواق لو في رياح داخله عليك يمين تعمل ايه؟ اخش يمين. لا تكسر عليها. اكسر شمال عشان ما اروحش يمين. ما تروحش تعويحها. بجد احنا ازاي بروفيشنال كده؟ باشا خلاص يا باشا بقى. طب دي منطقه منحنيات، يعني اللي هو الطريق عامل كده، حاسب العربيه تعوم منك يعني. صح. لا يمكن في ممكن زيت تتسرب. اقول لك على حاجه، زيت تتسرب هيلحقوا يحطوا يافطه يعني. نحط اليافطه بتبقى بره بيعملوا الكلام ده. وهنا مولا بحبك قوي. انا سعيد جدا والله العظيم، ومبسوط كمان بلعبه اللافتات دي، لان دي يمكن من اللافتات اللي عمري في حياتي ما هتصادفني في الطريق. ولا هتصادفني انا كمان بالظبط. بس مش هلاقي عقول. ان انا لحقت اعمل معاك حلقه كمان، لان دي بقى انا يعني تعمدت قلت لهم يا جماعه تعالوا الحقوا قبل ما نعرفش. اقسم بالله والله العظيم اقول لك حاجه، قلت لهم الحقوا قبل ما نعرفش نقعد معاهم. والله العظيم كمان 10 سنين هنبقى انا وانت بنعمل البودكاست فريلانس اصلا، ما حدش كلاينت حتى عايزنا. على قناه على اليوتيوب فيها 200 سبسكرايب. حبيب قلبي نورتني. اتبسطت والله العظيم، اتبسطت اقسم بالله. ربنا يخليك. والناس جميله ودوبيزل جميل النهارده قوي يعني. النهارده النهارده كان رايق خالص بصراحه. فتحته كان جميل. فتح بسرعه معاك جميل النهارده جميل. عملت التحديث الاخير. ده جمال الدنيا ده. عملت اكونت، عملت اشتراك طبعا. ماشي.